واحد من اجمل العضلات اللي بتحسن شكل الدراع. مش بس كده، الفوري ارم بيخلي عندك قبضه قويه وبيساعدك في تطوير انك تشيل وزن اكتر. لكن معظم الناس عندها مشاكل في تطوير حجم الساعد، وده لانه مش على وعي كافي بالتشريح والوظيفه لكل عضله. معظم ما يعرفش ان الساعد بيكون الموفمنتس بتاعته بتكون adduction and abduction, wrist flexor, wrist extension, pronation, supination. خلينا نبدا الاول بتشريح الساعد، وهتطلع من الفيديو ده فاهم الساعد وفاهم تتمرن له ايه، وهيبقى عندك بشكل رهيب جدا. فما تبخلش عليا بلايك وفولو، ما تبخلش على غيرك بانك تعمل شير للفيديو ده. تشريح الساعد يكون طبقات خارجيه وطبقات داخليه. الطبقات الداخليه بيبدا عندنا supinator longus وبرونيتور تيرس وبرونيتور كوادراتس، ودي بتكون الاستهداف بتاعها عن طريق حركه البرونيشن اند supination. وده بيقدموا كذا تمرين، اولهم الدمبل وانت قاعد وبتمسك الدمبل بالشكل ده مع تثبيت الفوري ارم على البنج، وتعمل روتيشن بالشكل ده، وتزود وزن كل ما تحس ان الوزن بتاعك بيكون اخف. كمان تقدر تتمرنه على الكيبل، وده بالنسبه لي افضل من الدمبل لان بيكون فيه تنشن اول ذا واي اون. فالتمرين ده من احسن التمارين اللي ممكن تستهدف العضلات. بعد كده بيبقى عندنا superficial layer اللي هي العضلات الظاهره. بيكون عندنا flexor carpi radialis palmaris longus flexor carpi ulnaris، ودي عضلات مسؤوله عن حركه الفليكشن. اما الاكستنسور carpi radialis extensor carpi ulnaris واكستنسور digit minimi دي بتبقى مسؤوله عن الاكستنشن، وده بيكون استهدافها عن طريق تمرين بيقدم الحركتين دول wrist flexor wrist extension، وده بنقدر نستهدفه عن طريق dumbbell wrist curl وباربر wrist curl. يعني وانت بتتمرن بالدمبل على البنج مع تثبيت كامل للساعد وعزل الدراع من الكتف للباي، وتبدا تتمرن بوزن معقول، وبعد كده تزود الوزن كل ما تحس ان العدد بقى كتير وبقى الوزن خفيف على. لكن من وجهة نظري افضل تمرين للعضلتين دول هو بار رول، يعني لف الباي، وده تمرين رهيب للساعد بيخلي عضلات ايدك تولع حرفيا. مع بروجريسيف انك ممكن تعلق وزن فيه وتبدا تلفه يمين وشمال، بيكون افضل واحسن كتير. اما عضلات الفليكسور كاربي والنارس فليكسور كاربي رادياليس extensor carpi radialis longus and brevis abductor pulsus longus واكستنسور كاربي رادياليس، ودي بنقدر نستهدفها عن طريق تمرين دايناميك باربل سوت كيس هولد. هتمسك البار من النص وهتخليه يتمرجح تحت قبضه محكمه يمين وشمال. تقدر تحط اوزان زي ما انت تقدر، ولكن انا بفضل انك تبدا باوزان خفيفه 10 عدات وتبدا تعمل بروجريسيف اوفرلود. wrist abduction and adduction using cables، تقدر تمرن العضلات دي برضو على الكيبل. يعني انك هتمسك الكيبل من عند الراس بتاعته او الحبل، وبعد كده هتبدا تميل تحت، وانت طالع هتبدا تطلع واحده واحده وتتحكم في القبضه بتاعتك والعده العكسيه. اما العضلات الاكبر للساعد وهي العضلات اللي بيكون ظاهره هي brachioradialis and pronator teres، والعضلات دي بتكون ظاهره اكتر وبتكون superficial يعني ظاهريه، ودي بنستهدفها بحركتين مهمين جدا. pronator grab هتخلي شكل قبضه الايد بتاعتك من الشكل العادي الى الشكل المقلوب حسب البايوميكانيك، وعضلات البراكيورادياليس هي عضلات بتساعد في تني الكوع لاعلى درجه. فلو احنا خلينا التني للكوع اقل من التني الكامل، هنا الباي بتشتغل. فمن الافضل اننا نخلي التني فور رينج اوف موشن، وعشان العضله بتشتغل بشكل افضل وعلشان نخلي الاستهداف اكبر، فبنعمل حاجه اسمها سترينث كيرف. هنربط باند الثميك شويه ونخلي المقاومه بتاعه التني اعلى، لان هنا وانت بتتني بيكون النص الاعلى بيكون اصعب من وانت بتريزيست من النص السفلي او من وانت طالع، وده اللي بيخلي البراكيورادياليس تشتغل اكتر من الباي. وبكده يبقى انت استهدفت كل عضله موجوده في الساعد بتاعك. فلو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل سوبر سيت لايف كومنت، مش خساره فيا.